السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم خلينا نعيش يوم رمضاني روتين عادي. الجو بارد حيل، كأن الشتا رجع مرة ثانية علينا والأجواء مطر، يعني تقريبا 4 5 أيام مطر بدون توقف، وبرد برد يعني. فخلينا شوي اليوم نسوي بعض الأكلات والطبخات الرمضانية. بنسوي سمبوسة، بنسوي عيش بالشعرية ومرقة فاصوليا. خليكم معاي من بداية الفيديو، خلينا نشوف ايش بنسوي بهاليوم. في البداية مثل ما شفتوا بسوي مرقة فاصوليا مع نخي، من زمان ما سويناها، من قبل حتى رمضان، فقلنا مشتهين هاليوم بنسويها. طبعا الفاصوليا ناشفة، أنا نقعتها تقريبا ساعة وحطيتها بجدر البريشر الضغط اللي تشوفونه هناك شغال. بسويها مع مرق مع لحم. حمست البصل مع بعضه وبوريكم. هذا شوي عندي نخي أو حمص، وعندي هذه الطماطم اللي فرزناها قبل فترة أول أيام رمضان. الحين سويت شوربة العدس. طبعا شوربة العدس بيسك الكل يعرفها، عدس مع شعرية مع شوية أوت ميل وخلصت تقريبا. هني بقول لكم إن سويتها مع اللحم المرقة، تقريبا كيلو لحم سلقته طبعا ونظفته، قصصته صغار، راح أحمسه مع البصل. خليت اللحم صغار صغار عشان يستوي بسرعة وحلو مع مرقة الفاصوليا يعني. البهارات المعتادة، البهار المشكل مع شوية كركم مع شوية كمون، وهذا عندي أنا زنجبيل مع ثوم أطحنهم بالمطحانة وفود بروسيسور وأخليه بالفريزر. حطيت حبتين لومي أسود وأقلب فيهم لحد ما تختلط البهارات مع اللحم. أهم شي بنات بالطبخ إنه تحمسونه عدل. حطيت شوية دارسين مطحون وأرد أقلب شوي شوي. قفشتين معجون وأقلبهم بعد لحد ما ينحمس المعجون مع اللحم وكله ياخذ لون واحد. أنا قبل فترة أول أيام قبل رمضان وريتكم فيديو شلون إن خزنت، أو مو خزنت يعني سويت جهزت الطماط، حمستها عدل وحطيتها بكونتينرات يعني جاهزة للاستعمال. هذا واحد من الكونتينرات بستخدمهم اليوم. حطيت على اللحم قاعدة أقلب فيه شوي شوي لحد ما يذوب، ومثل ما قلت لكم اللحم أنا مقطعته صغار صغار فراح يستوي يعني بسرعة، ما راح ياخذ وقت طويل. ضفت له كمية من الماي، أخليه على النار لحد ما يستوي. في هالأثناء طبعا الفاصوليا بجدر الضغط مثل ما قلت لكم تقريبا 20 minutes تستوي. هني أنا قلت لكم قبل فترة إني مسوية قعدتين يعني طاولتين أكل، واحدة محطتها بالباك يارد، هني عندي غرفة خارجية عشان اليهال ما يهال تدرون يعني ما يوسخون، وعندي الطاولة الأساسية اللي هي داخل البيت. بس حبيت مثل ما قلت لكم الأجواء اليوم مطر، فالجو روعة روعة روعة، مع إنه بارد شوي، بس أنا الغرفة اللي برا فيها شوي تدفئة فدافية، فدايما نقعد بالغرفة اللي برا. هني بوريكم شلون الفرونت يعني ما شاء الله، الماي والمرازيم ما وقفت. كنت مستانسة إن الجو دفى شوي وطلعت الزرع وشي، وبدت الأزهار شوي شوي يعني تطلع ورق جديد وهذي، بس شكله الشتا رد مرة ثانية علينا. فشوف الأجواء هي حلوة صراحةً يعني، أجواء وايد حلوة والجو حلو، إن شاء الله يا رب الله يديم علينا النعم. بعدها كنت باسوي سمبوسة جبن. في عندنا هذا الجبن أصابع ينباع جاهز أصابع، طبعًا قشرت لي كم واحدة أنا بهالشكل هذا، راح أقطعهم صغار صغار وأسوي السمبوسة. أنا سويت كمية قبل أول رمضان بس خلّص الحين طبعًا، كل يوم نستخدم شوية فخلّص، فصرت أسويه يوميًا، يعني كل يوم أسوي تقريبًا درزن، 10 حبات 12 حبة. واللي يسهل علي العجينة الجاهزة هذه اللي نشتريها جاهزة، صراحة سهلة وبسيطة ولا عبال ولا عجين، يعني في رمضان هذه أحلى من إن نجهزها في البيت، تاخذ وقت وتعب وإرهاق وشغلة والواحد صايم،
يعني ما له خلق يشتغل وايد شغلات، يا دوبك يسوي الأشياء الأساسية. هني بس باوريكم طريقة لف السمبوسة، طبعًا في كذا طريقة والكل أعتقد الكل يعرف شلون يلفه وكل واحد له طريقته الخاصة، بس باوريكم طريقة وايد سهلة. نسوي المثلث الأول، أحط شوية ماي أو عيينة فيها ماي عشان تلصق، نسوي المثلث الثاني نسويه على هيئة قمع أو تشيس، نحط داخل الحشوة سواء جبن، خضرة، لحم، اللي تبون. أتأكد من تسكيرتها عدل وأبدي يعني أضغط عليها وأخليها متساوية، أحاول كثر ما أقدر أخليها متساوية. أبلل الأطراف بالماي أو بالعجينة وأسويها نفس المخبأ أو الجيوب، مثل الجيوب أو المخبأ، أدخل الزاوية داخله وأسكرها. بهالطريقة ما راح تنفتح أبدا. سويت الكمية كلها يعني تقريبا 10 حبات. هني عندي شوف الفاصوليا استوت ما شاء الله. طبعا أنا ما سلقتها سلق كامل، يعني 3/4 الطبخ طباخ طبخ. قلبت اللحم شوف شلون مستوي، يعني ماكو يبيله بس 10 دقايق أو أقل وخلاص ينضج. في هالفترة راح أحط الفاصوليا وشوية النخي أو الحمص اللي عندي وأخليها على نار هادية، راح تستوي وتتخثر تصير شحلاتها. طبعا الثقل أو ثخانة المرقة حسب ما تبون. أخليها مثل ما قلت لكم، أسكر الجدر وأخليها على نار هادية. تأكدت من الملح إذا تبي ملح ولا تبي شي، وأخليه. الحين بسوي العيش. طبعا مع المرقة هذه عيش مع شعرية هو أروع شي معاها، يطلع لذيذ جدا جدا. حطيت شوي شعرية مع زيت وقلبهم لحد ما يحمر لونها، بعدين أضيف عليها العيش. طبعا شيلتين عيش مثلا، يعني قلاصين 3 قلاصات حسب ما تبون. أنا غاسلته ومنقعته، أخلطه مع الشعرية وأقلبهم عدل. أتأكد إن الشعرية كلها اختلطت مع العيش، أملح عليهم وأزيد الماء الساخن تقريبا إنشين فوق سطح العيش. وطبعا كل نوع عيش ياخذ كمية مختلفة من الماء. في بعض الرز أو العيش ياخذ ماء وايد، في بعضه لا ياخذ يعني شوية. أسكر الجدر وأخليه على راحته تقريبا 10 دقايق راح يستوي. شفتوا أنا مو أول فيديو، قبل رمضان لما سويت معاكم خلطة الزعفران والهيل، أصب على وجه العيش شوية. طبعا هذا هيل وزعفران وماي ورد منقعتهم أنا من فترة يعني. أحط عليهم شرايح زبدة، يعطي نكهة وايد حلوة ويعطي نعومة وطراوة حق حبات العيش. أغطي عليه وأخليه. حشوة العيش أو الحشوة اللي تنحط على العيش حسب الرغبة. في ناس تحط بصل مع كشمش، في ناس تحط نخي، فأنا بسوي بصل، أكرمل البصل بدون زيت بدون أي شيء بروحه على النار، وكل ما يصير اللون شوي بني أزيد عليه شوية ماي لحد ما أوصل للون الحلو اللي أبيه البني. حطيت الزرتش هذا اللي هو نفس الكشمش، فيه حموضة شوي، وايد وايد حلو طعمه وصحي جدا. حطيت عليه شوي، بعدين راح أحطه على وجه العيش. والنار مخلية النار يعني واطية، يعني أقل درجة النار اللي عندش في الطباخ، نخلي العيش عليها ونحط الحشوة. كل ما قعد العيش على النار فترة أطول كل ما كان طعمه أحلى وحبة العيش تكون طرية وايد طرية. أوزع الحشوة على الوجه وأغطيه. هني عندي جوز، لا مو جوز، لوز، يعني شرايح. حبيت أحط مع الحشوة العيش شوية لوز، حمرته شوية زيت وراح أحطه على الوجه. اللي يحب يحط صنوبر ممكن، يحط كشمش ممكن، بس أنا حبيت اللوز هذا مع الزرتش وايد وايد حلو.
أغطي عليه وأخليه على نار هادية. هني صراحة عنت علي حلاوة الشعرية مال جيل الطيبين. يعني هي حلاوة رمضانية تقريبًا، فوالله عنت علي قُلت باسوي لي شوية، مشتهية أسويها. حطيت شوية شعرية حمّرتها بالزيت وحطيت معاها كوب سكر مطحون، أو إذا تبونها تسوونها ماسخة بعدين تحطون عليها عسل أو شيرة، بس هي مع السكر أحلى. شوية شكر، بعدين حطيت عليها ماي ساخن يغطيها تقريبًا، وأخلّيها على النار لحد ما ينشف الماي. طبعًا نحط عليها منكهات هيل أو ما هيل. هني خلّصت أنا الفطور كلّه تقريبًا، جهّزت الشاي وجهّزت القهوة والفطور كلّه جاهز الحمد لله، وأخذ والله الوقت طويل، بس أنا قصّصت يعني كثر ما أقدر من الفيديو عشان ما يكون طويل عليكم. جهّزت القهوة وجهّزت الشاي وأمورنا طيبة، وهذا هو فطورنا حق اليوم. العيش مع الحشوة والشعرية ومرقة الفاصوليا والنخي، وسويت هني سمبوسة قدامكم مالت الجبن، وشوربة العدس، الشعرية هذه الحلوة طلعت لذيذة، لذيذة بشكل. سويت شوية بعد كُبّة برغل من اللي مفرزنته من الأول، وهذا هو فطورنا لليوم، نشوفكم على خير إن شاء الله، ومع ألف سلامة.